تعالوا النهاردة بقى هكلمكم في الفيديو دوت عن أداة عظمة بجد. يعني لازم تكون موجودة في كل بيت. يمكن كتير مننا ما يعرفهاش علشان ما بنقابلهاش كتير في محلات الأدوات المنزلية. هو بيجي معاها البوكس دوت أو كيس مثلا فيه مجموعة من الكباسين. الأداة دي بتعمل زي كباسين أو اللي احنا بنلاقيها في الهدوم، زي الزراير كده. بجد مفيدة جدا جدا جدا، وهتنفعك في حاجات كتيرة قوي انت مش متخيلها. فانا انصح ان اي حد بيشوف الفيديو ده يروح على طول يجيب اداة زيها، هتنفعه في افكار كتيرة جدا في اللبس. مبدئيا كده احنا بنشتري دايما بلوزات او قمصان بيبقى فوق من عند الرقبة بتاعتها في فتحة كبيرة منها، تمام. فدايما بنحط دبابيس. لا، من النهارده بقى مش هنحط دبابيس تاني ومش هنتعور ماسكه اطفال بقى وعمالين بيشدوا هدومك، ما تقلقيش خالص خالص. يعني هعلمكم بقى دلوقتي ازاي ان احنا نقدر نستخدم. انا مبدئيا كده علمت بكده بقلم او اي حاجه كده تقدري ان انت تعلمي بيها على الهدوم المكان اللي انا هحط فيه الكبسوله، بحيث ان انا لما اجي اقفل اظبطها. مبدئيا كده انا بحبذ جدا ان انت هي سهله جدا في الاستخدام، بس اهم حاجه ان انت تركبيها صح في الاداه بتاعتها، تمام. احنا هنحتاج الاربع اشكال دول، تمام. اتنين شبه بعض من السنون دول اللي بيقفلوا زي اللوك اللي بيقفلوا عليهم في الهدوم، والشكلين التانيين هاخد زي ما انتوا موضح كده. حاولت ان انا اقرب بحيث ان انتوا تشوفوا. هاخد الاتنين اللي انا سبتهم دولت، ودول اللي هيتحطوا في الطرف من القميص اللي بيبقى من تحت. مبدئيا لازم احطها كويس جدا، او احط العدله بتاعتها كويس في الاداه بتاعتها. تعالوا بقى هوريكم ازاي بحط العدله بتاعتها. لو لسه مكملين بقى معايا الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لايك وتمنشنوا كل اصحابكم وحبايبكم، وقولوا لي تحت في الكومنتات اذا كان فعلا الاداة ديت عجبتكم يعني وهتفيدكم زي ما انا شايفاها كده ولا لا. مبدئيا باخد الشكل دوت. انا عايزه الشكل ده يكون ظاهر من تحت في لياقه القميص، تمام. فانا هعكسه يعني بصوا شكله هيكون عامل ازاي. انا هحطه بالشكل دوت، يعني السن بتاعه هيبقى من تحت، تمام. والناحيه التانية الجزء اللي فيه سنون عشان يتعشق فيه. وهبدا ان انا احطها في القميص في النقطه اللي انا وبعد كده هضغط جامد عليها. بصوا هنا بقى انا كنت بشوف النقطه، تمام، والجزء اللي فيه السنون هو اللي هيبقى من تحت، لان انا عايزه الشكل التاني يبقى هو اللي فوق. يا رب تكونوا قادره ان انا اوصل لكم الفكره. يعني بضغط جامد جدا جدا عليها. اضغطي كويس، تمام. وبعد كده ده الشكل النهائي. بعد كده ده عايزه تضغطي تمام عادي، انا كنت بضغط هنا بتاكد ان هنا الدنيا تمام. وبعد كده نبدأ بقى نعمل الجزء التاني اللي فوقيه. هاخد الشكلين دولت، تمام. وتعالوا بقى هنا نشوف دي اهم حاجة، الشكل اللي هو بيقفل لازم اتأكد ان هو بيقفل عليها، عشان انا ده اللي هيكون من تحت. هتجربي ان انت تقفليها وتحطيها بنفس العدلة. يعني بصوا انا هنا كنت بجرب ان انا قفلت معايا، يبقى هو ده الشكل اللي هيقفل بنفس العدلة بتاعتها. هتمسكيها كده وتاخديها وتحطيها في الأداة بتاعتها. والناحية التانية السنون. المرة اللي فاتت السنون كانت من تحت، لا انا السنون المرة دي الشكل بتاعها هو هتبقى من فوق، يعني مسكتها هتبقى بالعكس، لان انا عايزة السنون دي الدورية بتاعتها هي اللي تبقى من فوق عشان تديني شكل الدورية اللي في الايه، في شكل الكليبسات يعني. بدأت ان انا احدد النقطة تاني، و بدأت ان انا مسكتها وحطيتها وهتك عليها كويس جدا تك، وده كان شكلها. وبعد كده انا قفلتها وبجد عجبتني جدا جدا جدا. عملت زرار بأقل جهد. الأداة ديت أنا كنت جايباها من محل في النزهة الجديدة اسمه دلع البيت. عايزة أقول لكم المحل ده مشهور جدا جدا جدا. كانت عاملة 85 وهم منزلين عليها عرض دلوقتي 75، تمام. ده كده شكلها النهائي، انصح اي حد يجيبها. وبكده يبقى انا انتهى الفيديو معانا. استنوني فيديو جديد وافكار تانية جديدة. اشوفكم على خير، باي باي.